ارن سلوت اول سنه دوري انجليزي. مبسوط. كان يمكن قبله مين اخر واحد قبله اول سنه خدها؟ ممكن يبقى كونتي برضه. كونتي اول سنه كونتي، بس كونتي جاي من بطل ايطاليا، من مدرب بطل ايطاليا، دوري من الدوريات الكبرى، جه لعب مع ليفربول مع تشيلسي خدها. انما تجربه ارني سلوت ان هو جاي من ايندهوفن، يعني فكره ان انت مدرب تجيبه من ايندهوفن بناء على مشروع كان بينتهي ومشروع تاني انت لسه بتبتديه مع حد انت اقتنعت بفكره، تعالى وخد وقتك واحنا مستنيين. اول سنه دوري، خدش وقت. اول سنه دوري وايه، مش دوري بس، ده كان مطمعنا في البطولات كلها. حصل. مش جاي يهزر يعني. انا جاي لقيت الفريق، انا كنت متوقعين هنبني، لا الفريق اصلا جاهز ان هو يقش. هو معلم يعني الصراحة، تتحسب له 100% الموسم بتاع السنة دي، ان احنا اول موسم ليه ياخد الدوري، دي حاجة تتحسب له. انسى بقى موضوع العشم اللي احنا كنا فيه، وان احنا كنا بننافس في كل البطولات. كان عشم بناء على اداء بيحصل في الملعب وكل حاجة، بس برضو ما ننساش ان هو اول مرة يجي. ركبه برضو بتتهز، رجليه مش على الارض يعني 100%. مع لعيبة ما هماش ثابتين على مستوى طول الموسم، مفيش سكواد كبير يعرف يسد لو حد وقع، الكلام ده كله. فانجاز اللي عمله ده يعني مش اي كلام الصراحه. طيب تقييمك لمشوار ارني سلوت لوحده الاول قبل ما نقول اي حاجه؟ ارني سلوت 9 من 10 السنه دي 9 من 10. بناء على هل هو قدم ما هو اكتر اكتر من المتوقع منه؟ اي مدرب هيجي في اول موسم ليه في دوري انجليزي ياخد الدوري طبعا حاجه عظمه بصراحه. حاجه. هو مش جاي الفريق اللي هو مثلا حمل اللقب فانت كده كده هتنافس، لا احنا السنه اللي فاتت كنا الثالثين يعني، ما كناش الاول والثاني. فانت جاي مع فريق ودوري فيه مانشستر سيتي، فيه ارسنال، فيه وانت تبقى معلم عليهم كده كلهم وتاخد الدوري 10/10. ما تقعدش بقى تقول لي اصل هو الظروف خدمتك. اي حد بياخد الدوري لازم يبقى فيه ظروف بتخدمه يعني. بطل الدوري يعني. ما فيش بطل دوري من غير حظ، لازم. احنا هنروح بعيد ليه؟ ليستر لما خد الدوري، ما هي الظروف برضو كانت خدمه ارسنال وكانت خدمه توتنهام، ما عرفوش ياخدوها ليه. دي حقيقة. مين مثلا لو بنتكلم على موسم كامل نقدر نطلع